إذا كنتي بتحبي القطط لازم تنتبهي لأنه ممكن تسبب لك عقم. هل هذا الحكي صحيح؟ الحقيقة بتقول إنه ما دخل القطة لا من قريب ولا من بعيد بموضوع العقم، حتى إنه القطة ممكن تخليك تحسي بمشاعر الأمومة. يعني إذا ربيتي قطة من قبل فرح توافقيني إنه القطة كائن لطيف وبجنن، بيعتمد عليكي بكل شيء، بأكله بشربه حتى بمشاعره. ومع الوقت بتلاحظي شيء غريب، إنك عم تهتمي فيها، تصبري عليها، تفهميها بدون كلام، وعم بتحسي مشاعر فطرية بتشبه تماما مشاعر يلي بتحس فيها الأم تجاه أطفالها. علمياً التعامل مع الحيوانات الأليفة بيرفع هرمون الأكسيتوسين، وهو نفس الهرمون المسؤول عن الترابط بين الأم وطفلها، يعني اللي عم بتحسيه حقيقي ومو وهم. فلهيك إذا كنت بتحبي القطط خليكي عم تهتمي فيهم وكوني مطمنة، لأنه ما دخل بالعقم، ولكن لازم تنتبهي شوي لأنه القطة ممكن تنقل بعض الأمراض من خلال التماس المباشر مع فضلاتها. وانتوا احكوا لنا، هل بتحبوا هالكائنات اللي بتجنن ولا لا؟